أهلا بكم شباب في قناة جمال رمضان. النهاردة الحلقة الرابعة في كورس ال HTML للمبتدئين. النهاردة هنحل مع بعض الهيدنج تاسك اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت، وهنتعلم ازاي نستخدم الهيدنج elements اللي هي عناصر العناوين عشان نعمل بيها هيكل كتاب كامل في الفصول، في الدروس، المحتويات، وده هيساعدنا إن احنا نفهم قوة الهيكل الهرمي للعناوين في ال HTML. وتعالوا نبدأ مع بعض. في الحلقة اللي فاتت كان عندنا التاسك اللي قدام مننا ده، وإن هو عندنا كتاب، والكتاب ده فيه عدة فصول جواه، ولكل فصل فيه الدروس الخاصة بيه، ولكل درس منهم ليه المحتويات الخاصة بيه. طيب، وكان الهدف بتاعنا إن إحنا محتاجين نوصل للصورة اللي قدام مننا دي. طيب، تعالوا كده نفهم الصورة اللي قدام مننا دي هي بتتكون من إيه، واحدة واحدة كده مع بعض. هو انا الكتاب اللي قدام مني او عنوان الكتاب ده، هو مش ده بيبقى العنوان الرئيسي او اكبر حاجة عندي في الكتاب؟ اكيد بيبقى هو ده اكبر حاجة عندي في الكتاب، فاذا ده بالنسبة لي هيبقى هو ال H1. تمام. طيب، لو جيت للي بعد كده هلاقي ان جوه الكتاب ده في عندي الفصل الاول، عندي الفصل الثاني، عندي الفصل الثالث، ودول العناوين الفرعية بالنسبة للكتاب. طيب، هي العناوين الفرعية دي مش العنوان بتاعها بيبقى أقل أو أصغر شوية من العنوان الرئيسي؟ فإذا الفصل الأول ده هيبقى بالنسبة لي هو ال H2، وده هنا هيبقى هو ال H2، والفصل التالت H2. تمام. طيب، لما جينا دخلنا جوه الفصول لقينا إن في الفصل الأول في عندنا 3 دروس ما علينا من المحتويات دلوقتي. طيب، الدروس دي هي مش عناوين فرعية من العنوان ده، إذا الدرس الأول ده بالنسبة لي هو H3. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. طيب، تعالوا كده نروح للفصل التاني. الفصل التاني برضو جواه ال3 دروس دول، فدول بالنسبة لي هيبقوا عبارة عن ال H3. نفس الكلام هنا في الفصل التالت، عندي الدرس الأول، الدرس التاني، الدرس التالت، دول عبارة عن ال H3. طيب، لما جيت برضو أركز أكتر كده لقيت إن في الدرس الأول هنا في محتوى رقم 1، وعندي محتوى رقم 2، هم دول برضو مش عناوين فرعية من الدرس الأول. طيب، الدرس الأول ده كان اتش كام؟ كان اتش 3. يبقى إذا دول هيبقوا بالنسبة لي إيه؟ الاتش 4. تمام. طيب، برضو هنا لقيت إن في الفصل الثالث الدرس التاني ده جوه منه برضو محتوى فرعي، فإذا المحتوى الفرعي ده بالنسبة لي برضو هنا هيبقى الاتش 4. وتعالوا كده نطبق الكلام ده عملي مع بعض في التاسك دوت اتش تي ام ال. طيب، هنروح للتاسك دوت اتش تي ام ال هنلاقي الجزء ده اللي كان موجود عندنا المره اللي فاتت. طيب، اول حاجه هو انا مش محتاج ان انا اعمل السينتاكس بتاعت ال HTML؟ اكيد محتاجين ان احنا نعمل السينتاكس بتاعت ال HTML. طيب، كنا بنعملها ازاي؟ انا هاخد الكلام ده كله كات اهو، وهاجي هنا هعمل شيفت نمبر 1، وهختار علامه التعجب. طيب، بعد ما عملت السينتاكس بتاعت ال HTML او الاستراكشر بتاعت ال HTML بقى موجود عندي هنا، هاجي اعمل بيست للكود اللي احنا او الكلام اللي احنا المفروض ان احنا نبدا ان احنا ننفذ عليه. طيب، ال H1 انا عندي الكتاب هنا، اتفقنا ان هو هيكون بالنسبه لي هو ايه؟ H1. فانا هعمل هنا ال H1 وهحط جواها العنوان بتاع الكتاب ده. طيب، اتفقنا مين عندنا هيكون ال H2؟ اتفقنا ان هو الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، لان دول العناوين الفرعيه لمين؟ للكتاب. انا عندي الفصل الاول هنا، هعمل له كات وهعمل هنا H2 وهحط جوه منها الفصل الاول. عندي الفصل الثاني برضو نفس الكلام، H2، هعمل هنا بيست. والفصل الثالث برضو نفس الكلام، H2، وهعمل هنا بيست. طيب، لما جيت دلوقتي بعد ما عملت ال H2 لقيت ان جوه الفصل الاول ده فيه 3 دروس، فال3 دروس دول العناوين الفرعيه لمين؟ الفصل الاول. فانا هاخد الدرس الاول ده وهيبقى مكانه ال H3. هعمل هنا ده في H3، والدرس التاني هنا برضو H3،
والدرس التالت H3 بالشكل ده. طيب هروح للفصل التاني. لما اروح للفصل التاني هلاقي الدرس الاول والدرس التاني والدرس التالت نفس الكلام برضو. هنا هعمل كات وهعمل هنا H3 وهعمل هنا بيست، هعمل هنا برضو H3 وهعمل هنا بيست، وهعمل هنا برضو H3 وهعمل هنا بيست. طيب هاجي للفصل التالت. طيب الفصل التالت بالنسبة لي عندي الدرس الأول والدرس التاني، هسيب المحتوى ده دلوقتي وهروح للدرس التالت. طيب دول برضو عناوين فرعية من الفصل التالت، نفس الكلام H3. هنا هحط الدرس الأول، هنا برضو هعمل H3 وهحط الدرس التاني، وهنا برضو هحط ال H3 وهحط الدرس التالت. طيب نيجي للمحتويات، لقينا ان في الدرس الاول في محتويات برضو فرعية منه، فانا دول بالنسبة لي برضو عناوين فرعية من الدرس الاول ده. فالعنوان الفرعي انا اخر حاجة وصلت لها ان ده كان ال H3، يبقى اذا ده هيبقى ال H4 بالشكل ده. برضو نفس الكلام المحتوى 2 H4. وهنا برضو لقيت ان الدرس التاني ده جوه منه برضو محتوى وهو كان ال H3، فاذا ده هيبقى بالنسبة لي برضو ال H4 بالشكل ده. معلومة مفيدة كده على السريع عشان تقدر ان انت تعمل كوبي وبيست. لو جيت بصيت هنا كده مثلا، لو انا عايز اخد ده كوبي او اعمل له كات، لو جيت هنا هلاقي ان هنا في الشورت كات. بالنسبة لو انا عايز اعمل كات هعمل كنترول اكس، هنا هعمل كوبي مثلا كنترول سي، عايز اعمل بيست هلاقي ان هنا عندي الكنترول في. وده هيخليك اسرع برضو ان انت في كتابة الكود، ما تحسش ان انت يعني بطيء. لو حسيت ان انا بطيء شوية مفيش اي مشكلة، كلنا بنبقى كده في الاول، ومع الممارسة هتلاقي نفسك كويس جدا في الكتابة. بعد ما خلصنا التاسك بتاعنا تعالوا كده نعمل open with live server عشان نقدر نشوف النتيجة. طيب لو جينا نشوف النتيجة هنا عندنا، هنلاقي إن هنا بقى عندنا ده العنوان الرئيسي بتاعنا، ده العنوان الفرعي، وده العنوان الفرعي ليه، وده العنوان الفرعي ليه. طيب لما نيجي كده للفصل الأول هنلاقي إن ده برضو العنوان الفرعي، وهنا الدرس التاني العنوان الفرعي، والدرس التالت نفس الكلام. وعندي هنا المحتوى واحد والمحتوى اتنين دول بقوا الفروع بتاعة الدرس الأول، نفس الكلام هنا. برضو عندي الدرس الأول والدرس التاني، والمحتوى بتاع الدرس التاني بقى هو العنوان الفرعي من الدرس التاني. ولو جينا كده نرجع للفيجوال ستوديو كود ونقارن، لو عملنا هنا الشو بريفيو كده بالشكل ده، لأن الجزء ده عندي، ولو جيت بصيت هنا كده هلاقي إن ده نفس الحاجة اللي أنا كنت محتاج إن أنا أنفذها هنا. وبكده نكون خلصنا تاسك النهاردة وعملنا هيكل الكتاب الكامل باستخدام الهيدنج elements. الحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل مع بعض في عناصر تانية وهنشوف تطبيقات أكتر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتابعني على التيك توك عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية.